مين يصدق ان ده معمول في البيت بشويه ميه؟ شيبس الغلابه يا ولاد. انسي بقى الشيبسي وانسي الدوريتوس، قومي اعملي لهم شيبس الغلابه القمر ده من غير بطاطس، هتعمليه في دقايق ما شاء الله يعمل معاكي كميه حلوه قوي كده وكبيره، وسليهم بقى وهم بيذاكروا. الوصفه دي شفتها على قناه اجنبيه ولفتت انتباهي قوي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض، بس قبل ما نبدا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا كده، شايفين؟ سوبر قرمشه. معايا بيضه، بسم الله. بيضه بدرجه حراره المطبخ، حط عليها رشه ملح محترمه كده، يعني حوالي نص معلقه صغيره ملح. هقلبها بقى كويس، اضربها. وبعدين هننزل عليها بكوبايه من اللبن. بسم الله. هتقولي لي ينفع استخدم ميه؟ هقول لك مش عارفه بصراحه، انا سارقه الوصفه اصلا. بعمل زي الراجل ما عمل. بعد بقى ما دوبنا اللبن مع البيض، انزلي بقى بربع كيلو من النشا. كوبايه اللبن دي 200 مللي، انزلي عليهم ب 250 جرام نشا. بسم الله. نقلب وبعدين كده ايه اشوف هيحتاج تاني ولا لا. هو قال لي 250 وانا حطيت 250. يا صابت يا خابت، احنا وحظنا. بسم الله. موضوع بقى حلاوته انه سهل قوي ومش مكلف كده، وحاجه كده في السريع. اهو حط النشا كلها، ما شاء الله المقدار كده تمام. النشا في الاول بتحس ان هي رخمه كده في نفسها وبتقفش كده، بس ضربتين ثلاثه بتفك وبتكون زي الفل. اهو هو ما صفهاش بس انا هصفيها. بسم الله. اهو طاسه بقى كده تكون ما بتلزقش، وهجيب كده ايه اقل من المغرفه شويه ونقول بسم الله. ننزل بقى كده ونوزع بسرعه. نسيبها بقى كده، ما بتاخدش وقت. انتوا عارفين النشا اصلا من النوع اللي بتنشف بسرعه. النشا اصلا من الحاجات اللي بتنشف بسرعه، فما بتاخدش وقت، في دقيقه على طول. بسم الله. بصوا بقى بنسلكها كده اهو، بصوا بتتسلك بقى بكل بساطه. بسم الله. ايوه نقلب بقى. شايفين الجمال؟ هو ده المطلوب. ما تكملش 20 ثانيه على الجنب ده و20 ثانيه على الجنب ده، تكون بقى بالشكل ده. بسم الله. اهو انزلي بقى بسرعه علشان خاطر القوام ايه ما يكتلش معاكي. اهو شايفين؟ كل ما تكون رقيقه كل ما هتدي قرمشه احسن، يعني لما تيجي تقليها تديكي القرمشه احلى. بصوا سابت ما بتنزل على طول تنشف على طول كده اهو. بس 10 ثواني هنا كده و10 ثواني هنا، مبتاخدش وقت خالص. بصوا انا عملت كام واحد؟ عملت 1 2 3، وفي واحد اول واحد اتقطع مني، ماشي يعني 4 وده الخامس، وما شاء الله معايا يعملوا حوالي 3 تاني، فبتعمل كميه حلوه. بصوا اهو ده كده شكله. شيلوا بقى واحد كمان. موضوع سهل وبسيط قوي. بسم الله. على طول كده في السريع علشان ما تعملش فراغات معايا اهو. لو في حاجه اتفرغت كده ولا حاجه بالمغرفه كده وقفليها اهو. سهله وبسيطه خالص. بس كده. بصوا بقى هنا كده بعد ما خلصت كل الكميه بيكون رايق كده وعامل زي العيش السوري، زي عيش الصاج. تمام. بصوا بقى هنجيب صاج. الخطوه دي بقى مهمه، مش عارفه مهمه في ايه بس هي مهمه. هو قال كده. هحط كده العيش بتاعي ده اهو، افرشه كده في الصاج، وهنشغل عليه الفرن على درجه حراره 100، يعني على اعلى درجه حراره لمده ربع ساعه. اهو هدخله بقى الفرن لمده ربع ساعه على درجه حراره 100، ونطلعه بقى ونقليه مع بعض ونشوف بقى ايه اللي هيحصل. وده شكل الفنكوش بعد ما طلع من الفرن ربع ساعه على درجه حراره 100، طلع معانا بالشكل ده ناشف كده. يلا بقى ايه هنكسره. هو المفروض يتكسر قطع صغيره، بس انا ايه مش هكسره صغير قوي اهو، يعني هعمل كل نص مثلا على 2 3، خليها 3 اهو.
يلا بسم الله. احلى واسرع سناكس ممكن تعمليه. شايفين الجمال ان شاء الله. يا دوب ما بياخدش ثواني كده ونطلعه اهو. اما الاجانب دول عليهم شويه اختراعات يا جماعه. عارفين شبه ايه؟ شبه الفنكوش. عارفين الفنكوش ولا مش عارفين؟ لسه ما ندوق الطعم هنحكم اذا كان حلو ولا مش حلو، واقول لكم رايي بما يرضي الله. بصوا هو ما حطش عليها توابل، بس انا بقى حبيت احط عليها شويه توابل كده اللي هي بتاعت البطاطس السوري دي، عارفينها؟ اهو شويه حلوين بقى كده، ريحتها عامله زي توابل البروستد. يا سلام على الحلاوه وعلى الجمال. مين يصدق ان ده معمول في البيت بشويه ميه؟ شيبس الغلابه يا ولاد، ده شيبس الغلابه. شايفين ما شاء الله الشكل عامل ازاي؟ يفتح النفس. هتعملوه في دقايق ومن غير ولا وقت ولا مجهود، ولا بقى تشتري من الشارع ولا اي حاجه خالص. القرمشه سامعين؟ مفيش احلى من كده. بسم الله. شبه الدوريتوس كده شويه، شبه الشيبس اللي هو الفورنو، في شبه من كده. طعمه يا جماعه شبه شيبسي فورنو، بيقطم زي شيبسي فورنو كده وهش كده وخطير ان شاء الله يجنن. بصوا كده حلو قوي. طعمه حلو. بصوا كده شايفين؟ سوبر قرمشه. هو ده يا جماعه شيبسي الغلابه. بصوا ما شاء الله قرمشه مفيش بعد كده. انسي بقى الشيبسي وانسي الدوريتوس، قومي اعملي لهم شيبسي الغلابه القمر ده من غير بطاطس، هتعمليه في دقايق ما شاء الله يعمل معاكي كميه حلوه قوي كده وكبيره، وسليهم بقى وهم بيذاكروا. اتمنى بقى تجربوه ما شاء الله هايل يا جماعه. القرمشه خطيره، الولاد هيتجننوا عليه ما شاء الله. ممكن بقى تعمليه بقى مربعات ودواير والكلام ده براحتك عشان يكون شكله لطيف، بس انا عملته زي ما شفته بالظبط. تمام كده؟ يلا بقى بينا ننهي الفيديو بتاعنا بالدعاء الجميل. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في امر جديد، اخرجني من حلق الضيق الى اوسع الطريق، بك ادفع ما لا اطيق، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.